طبعًا عارفين إن الجلاش لمّا بنعمله بالمكسرات أو السوداني بيبقى طعمه تحفة وجميل جدًا، ولمّا بنعمله بالكنافة بيبقى طعمه مختلف خالص، لإن بيكون مقرمش من برّه وكمان من جوّه. بنجيب الكنافة ولازم نكون مفتفتينها خالص تمام، وبعد كده بنجيب زيت أو زبدة وبنحط زي ما إحنا عايزين، ممكن كمان تحطيهم في صينية واحدة وتحطيهم في الفرن، أو تعملي زي ما أنا عملت كده على النار الهادية لحد ما تدّينا اللون اللي إحنا عايزينه كده ومخرفش. بنجيب الجلاش وبنحط فيه برضه زيت أو زبدة، وبعد كده بنحط الكنافة سخنة عادي مش مهم، وبعد كده إحنا بنقسم الجلاش علشان خاطر يستوي معانا من جوّه، ما يبقاش كتير من جوّه، تمام، لإن الجلاش ما بياخدش وقت خالص زي ما إحنا شايفين. وبعد كده باطلّعه بيكون سخن، أو الشربات اللي يكون سخن، حاجة واحدة بس. الشربات ده كنت عاملاه بالكوبايتين من السكر وكوباية من المَيّة ونُص ليمونة. آخر حاجة باحب أحط لها كده معلقة من الفانيليا، بتدّي ريحة حلوة جدًا للشربات. ودي كده خلصت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت نشترك في القناة.